جزر. اهم شيء في البخار الجزر الزبيب، وهذا الزبيب اسود واصفر. حرك حتى يتغير لون الجزر على خفيف كذا ويتنفخ معانا الزبيب ونطلعه. ودحين بعد ما تغير معانا لون الجزر وتنفخ معانا الزبيب بنطلعه برا، كل هالكمية بنطلعها برا. ودحين ننزل البصل، ودحين بننزل القرفة ورق غار وكمون. الكمون يعطي نكهة خاصة إذا كان كمون حب. حرك. طبعا هذه الإضافة اختيارية اللي هو السكر، في ناس تضيف سكر مع البخاري وفي ناس ما تضيف، فالأفضل إنك تضيف حاجة بسيطة تعطي كذا حلاوة رهيبة مع البخاري. أنا بضيف بس حاجة بسيطة ما راح أكثر. الحين بننزل الدجاج، الحين بنكمل الدجاج ونحمره. طبعا بضيف عليها من البابريكا الحمراء هي بهارات أمي بدل معجون الطماطم، لونها ممتاز وطعمها رهيب، ولا قد جربها يعرف. بضيف فوق الدجاج، وبضيف شوية من الحارة اللي يحب الحار. ودحين نحرك حتى يتقمر معنا الدجاج ويتحمر، إنه ما نبغى نحمره في الفرن. أنا برا ما قدرت أخش داخل، فشكرا كل اليوم في قدر الضغط. شايفين اللون ما شاء الله، ما ضفت ولا معجون طماطم، البهارات بس. واللي يبغى البهارات توفرت في المتجر من جديد، فيه البابريكا الحمراء والبابريكا الحارة وخلطة السعادة اللي هي خلطة الوالدة الخاصة، فاللي يبغاها موجودة في باكيج أو بالحبة، أنت واللي يريح. واللي يسعى عن التوصيل في جميع مناطق المملكة، حتى في الصين يوصل لك. ودحين بضيف عليها البهارات المشكلة الحارة، بضيف منها شوية، هذه إن شاء الله نوفرها لكم برضو قريب في المتجر. شوية ملح، ودحين بنزل شوية كمية من اللي سويناها في البداية، الجزر والزبيب. بضيف شوية موية، شوية بس، ونقفل عليه. طبعا ما نضغطه، بس 5 دقايق ونرجع. يا سلام، خلاص دحين بعد ما اخذنا اللون المطلوب والتقمير الممتازة بنزل الموية كذا كفاية. خلاص دحين يا اخوان اول ما يصفر معانا بنحسب له 10 دقايق حكم بس على نار متوسطة. طبعا الرز عندنا مغسول ومنقوع تقريبا لمدة ربع ساعة، ننزله دحين. طبعا الدجاج بكيفك تطلع وتحمره، بتخليه انت واللي يعجبك. طبعا زدنا على النار وبنخلي الرز يطبخ حتى يشرب المويه كله ذا، وبعدين نقفل عليه.